قلت النهارده اروح سوق ديانا اللي في وسط البلد، فقررت اسيب عربيتي لان اكتر حاجه بتضايقني هناك الركنه. جات لي العربيه والحمد لله كانت مريحه ونظيفه، والكابتن كان ذوق قوي بصراحه. المهم وصلت وسط البلد ولا شلت هم ركنه بقى ولا سايس، ونزلت قدام المكان بالظبط. اول مره اكون مرتاحه وانا رايحه مشوار وسط البلد بصراحه. دخلت سوق ديانا وكان زحمه شويه، بس في كميه بياعين كتير جدا، وكل حاجه قديمه تتخيلها او ما تتخيلهاش موجوده هناك. حتى عمو اللي بيبيع الحربايه هتلاقوه موجود هناك، وكان مصمم ان اشيل الحربايه، بس طلع كيوت قوي بصراحه. حتى اطقم الشاي بتاع جدتي وجدتك هتلاقوها هناك، والآلات الكاتبة بجميع أنواعها تقريبا موجودة هناك. بصوا بقى كمية الكاميرات والتليفونات، أنا عايزة أقول لكم أنا عاشقة للكاميرات والتليفونات دي أساسا، وعندي منها على فكرة. بصوا الدنيا كانت زحمة ازاي هناك، حمدت ربنا إن أنا خدت فعلا القرار الصح وما رحتش بالعربية. لفيت تقريبا السوق كله والجو كان حر قوي، بس بصراحة كنت مبسوطة وأنا شايفة حاجات كتير بتفكرني بطفولتي. مين بقى كان عنده الأتاري ده؟ خلصت من سوق ديانا واتمشيت شويه في وسط البلد، لان انتوا عارفين انا بحب وسط البلد قد ايه. لقيت بقى كمان لوح كتير من هنا عاش، طبعا كان لازم اصورها. بعدها قلت استريح بقى واشرب لي شويه ايس كوفي كده حلوين عشان اقدر اكمل المسيره. طلبت عربيه تانية ورحت على جاردن سيتي عشان اصور لكم هنا عاشت الفنانه ناديه لطفي. استنوا بقى حلقتها الفيديو الجاي. وانا ماشيه لقيت شجره مانجو. بصراحه كان نفسي اقطف واحده، بس قلت استنى لما تستوي. بس كده كانت تجربة النهاردة لطيفة، قاعدة ملكة متوجة، لا سقت في الزحمة ولا دورت على ركنة. فنصيحة مني اللي يحب يروح وسط البلد أو الزمالك أو جاردن سيتي يحاول ما يروحش من العربية. واستنوني بقى في الفيديو الجاي. أنا ياسمين الجلاد، سلام.